مرحبا بكم في مدينة الحب والجمال، مرحبا بكم في باريس. بونجور، مرحبا بكم في دي 2 في باريس. طبعا الاجواء كريسماس جميله. اللي حصل امبارح لازم نعوضه النهارده. فدلوقتي تخطيط اهم حاجه في اي رحله. دلوقتي رايح عايز اشوف هل اقدر اخش الاوبرا ولا لا، علشان الاونلاين التذاكر خلصت. فهشوف اعرف اخش من غير اونلاين ولا لا. فرايح اتشيك، وهنبقى في الشانزليزيه، حي الاغنياء بتاع باريس. تعالى نشوف هيبقى عامل ازاي. انا دلوقتي رايح الاوبرا، بس واحنا رايحين هنعدي على حاجه اسمها جراند بالاس. اعتقد هو اللي ورايا ده، هو ده. ده اتبنى 1900. هو يعني مش قصر، هو اكتر للفنون، يعني للارت. طبعا في فرنسا مهتمين بحوار الارت ده. انا هقول لكم بشكل اكتر. دي الواجهه بتاعت جراند بالاس. قدام على طول في واحد تاني اسمه بيتيت بالاس. طبعا هكتب لكم الاسم عشان هو بالفرنش برضو. طبعا الواجهه دي او المبنى ده شكله شيك جدا. الناس واقفه عايزه اشوف هو الديكور ببلاش ولا لا، بس للاسف مفيش وقت. بس ممكن اخد نظره سريعه كده علشان الصراحه منظره شيك قوي. ده الجراند بالاس، دي الواجهه بتاعته. الناحيه التانية على طول هتلاقوا البيتيت بالاس. بص البوابة عاملة ازاي. هحاول اخش كده، بس هحاول هو في تيكتس ولا يعني هنجرب نخش، لو دخلت كده بركة. الدخول طلع هنا ببلاش. مش هنضيع وقت فيه، هم 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. الوقت هنا بيطير. طبعا باريس كبيرة جدا، بسبب ان كل حاجة 30-40 دقيقة منك بالمواصلات. فبتلاقي ان انت في اليوم ما بتقدرش تزور اكتر من 3-4 حاجات. فهناخد نظرة سريعة ونمشي. زي ما قلت لكم باريس مشهورة بالفنون. فطبعا بكرة انا حجزت لوفر. هيبقى فيديو لوحده طبعا، لان هقعد اليوم كله هناك، في اثار كتير جدا. بس هيبقى في حاجات عظمه يعني. بصوا السقف عامل ازاي. انا حاسس ان انا راقي قوي يعني حاسس كده بفخامه بالموضوع. لوح فنيه وانا لابس بالطو، والناس هنا شيك قوي الكلام ده مش ليا. في لوحه هنا سفله، فبلاش. هنا ما عندهمش حياء، بتكون لوحه حرفيا سفله. بحاول يعني باجي كده عشان ما تشوفهاش. عدينا الحمد لله اللوحه السفله. اوف على العظمه. بصوا اللوحه دي اترسمت 1895. واو. موضوع شكلي هنبسط بكره في لوفوار مش عارف. صعب، مش عارف اعمل بلساني زي الفرنسيين. اللوحه اللي ورايا دي عظمه، بقالي يعني 5 دقايق كده بتفرج عليها. فعلا موضوع الحروب صعب جدا. تعالوا اوريكم كده دقيقتين كمان ونطلع بره هذا المتحف او المعرض او المرسم ايا كان مسماه. بصوا المنظر عامل ازاي. متخيلين في ناس بتيجي تقعد كده وتتفرج بس. صراحة أول مرة أجرب التجربة دي، إن أنا أخش حاجة زي كده يعني. السكيل بتاع اللوح هنا كبير قوي أنا مش عارف عشان يعني يرسموا لوحة زي دي بيقعدوا كام سنة أو كام شخص بيرسم فيها. الموضوع الصراحة يعني بصوا دي عشان تترسم. إيه ده؟
السكيل كبير بطريقة مبالغ فيها يعني. الرسم ده طلع موضوع كبير وصعب. استنى بس اللوحة دي كمان، بس الحجم قد ايه؟ مش عارف انتوا متخيلين حجمها ولا لأ، بس يعني كبيرة بطريقة مبالغ فيها. بس يلا بينا نطلع. طلعت من البتيت بالاس، دلوقتي ماشي على كوبري اسمه بوند الكسندر دراي او 3 يعني. الصراحة شيك اوي يعني. كفاية اصلا ان انتوا بصوا شايفين برج ايفل من ورا ازاي. التماثيل الجولد دي شيك اوي. انا بص عامل ازاي. برج ايفل هناك اهو. الحمد لله الشمس طلعت النهارده، ودي شيء غير عادي. ده ربنا بيحبني الصراحة. فدلوقتي رايح الأوبرا واتمشى في شوارع باغي. زي ما قلت لكم باريس صعب جدا تخطط لها، كبيرة جدا. فانت بتبقى ماشي ايه في حاجات أساسية رايح لها، واللي في النص بتقابله كده صدفة. فأنا ماشي رايح الأوبرا. المبنى ده هو منظره مهيب جدا يعني. هو بص واخد كل ده وقدامه مساحات خضراء فاضية، غير ان اللي هناك ده الكوبري اللي انا وريته لكم، فحته كلها عشان المبنى ده. فالمبنى ده اسمه هوتيل دي انفاليدي، حاجه زي كده. هكتب له كده اسم صعب قوي فرنساوي يعني، صعب اقراه الصراحه. الفكره بقى في المبنى ده او ايه المميز فيه، زي ما قلت لكم في هنا مباني اثريه كتير وتاريخيه. المبنى ده كان بيستخدم في علاج الجرحى الجنود ساعه الحرب، وجوه في مقبره نابليون. فعلشان كده هم يعني مقدسينه جامد جدا. تحس ان هو زي قصر ملك يعني، تحس ان هو قصر الرئيس هنا. فهوريكم دلوقتي منظره عامل ازاي. يعني بصوا القبه بتاعته لونها ده علم فرنسا بيرفرف عامل ازاي. القبه بتاعته شيك قوي. بصوا حجمه عامل ازاي اصلا. وقدامه بقى بصوا عباره عن مساحه رهيبه. بصوا حاطين قدام المبنى المدافع القديمه، وده طبعا خندق اصلا يعني. بص في سور هنا، الحته دي خندق يعني محدش يعرف يوصل لها، هي تحت يعني. بصوا هناك ده برج ايفل، دي المدافع. بص المدفع الصغنن ده كيوت اوي، بس بيعمل شغل فعال ايه. كان بيقصف الجنود ده. بص الراجل عشان يغني محدش معبره. شعب بارد. الموضوع صعب جدا ان انت تقف قدام الناس دي كلها وتحاول تبهرهم. المهم دلوقتي رايح الاوبرا. طلعت في الميدان ده خلاص، انا على بعد دقيقتين من الاوبرا، بس منظر الميدان جامد يعني. بص الميدان عامل ازاي. بس انا هحاول بقى ايه ما اتكلمش كتير عشان هيتعمل كوبي رايت دلوقتي من اليوتيوب، فنتكل على الله من المنطقه دي قبل ما يتحط لي الكوبي رايت الجميل. وصلت الاوبرا، هي اللي ورايا دي، وللاسف نو فيزيت توداي، مقفوله. نصيب، بس الحمد لله على كل شيء. هي بتقفل خميس وحد، والنهارده مقفوله بلا سبب يعني، موضوع غريب. عاوز اوريكم بس كده ازاي تحجزوا التيكتس او مواعيد التيكتس والحاجات دي كلها، او الاسعار كمان. فتعالوا اوريكم كده في السريع. بص العرض في الاوبرا بيفتح من 10 الصبح ل 6:30 بالليل. في ان انت لو عاوز سيلف جايدد تور، تيكت سيل فروم 11 to 4 PM، مش عارف شايفينه ولا لا. وهنا ده السعر، لو انت فوق 26 15 يورو، لو انت تحت 26 10 يورو، لو انت طبعا طفل ببلاش. وهي بتقفل زي ما قلت لكم حد اهو. هي شغاله من الاثنين للسبت. وطبعا بيقول لك الافضل ان انت تحجز اونلاين. لازم تعمل في حسابك ان السفر ده رزق ونصيب، ان انت تحضر حاجات وهتلاقي حاجات مقفوله وحاجات فيها صيانه. فنصيب ان انا ما اخش الاوبرا، فالحمد لله على كل شيء. فنحاول نشوف حاجه بديله. تعالى اوريكم بس المبنى عامل ازاي. ده مبنى الاوبرا في باريس. بصوا الشوارع بقى حوالين المبنى عامله ازاي. في ظهر الاوبرا على طول
في جاليري، هي اشهر جاليري هنا، مش بمعنى الارت، هنا بيقولوا على الجاليري زي في ايطاليا كده مول كبير جدا. فهنا اسمه، هكتب لكم اسمه برضو، اسمه جاليري لافاييتي، ماليش حل في الفرنسا. فالدنيا مش زحمه، الدنيا موت. بص المنظر عامل ازاي. فرقم واحد لازم اخلي بالي عشان ما اسرقش. رقم اتنين، بسبب ان هو احنا دلوقتي في الكريسماس، هو متزين بطريقه خياليه. تعالى اوريك. بصوا الانوار عامله ازاي، منظره شيك قوي. الدنيا بصوا زحمه ازاي، طبعا لان هو مشهور جدا، وجوه هتلاقوا فيه زينه الكريسماس، كل عايز يخش يشوف المنظر من جوه عامل ازاي. داخل دلوقتي المول، الدنيا بس المنظر عامل ازاي. هو اشهر حاجه هنا واللي عايز اشوفها، في زي قبه هنا متزينه بطريقه حلوه، فادور عليها لسه لان الدنيا زحمه. وهنا في كل البراندات الفخمه يعني، هو مول شيك جدا يعني، هاي كلاس. بص برادا ايه، بص بقى ده اللي ايه المفاجاه. بص المنظر، بص المنظر عامل ازاي. دلوقتي بقى بحاول اطلع في ادوار عاليه فوق شويه عشان استمتع بالمنظر ده. وزي ما قلت لكم سفر حظوظ يعني انا لو ما جيتش في الكريسماس مش هلاقي المنظر ده خالص، هيبقى مول عادي جدا. بصوا المول متزين ازاي. طبعا بقى يعني انتوا شايفين الزحمه، مش محتاجه اوصف الزحمه عامله ازاي، موضوع صعب قوي الصراحه. بس هناخد الفيديو يعني، هوصل للمنطقه اللي انا عاوزها، يعني هوصل لها عافيه ذوق هنوصل. بس بقى المفروض يعني ان في حته هنا ازاز، مش عارف بقى هل الدخول مجانا ولا ايه نظام، فتعالى كده نقرب. طلع الحجز اونلاين، هو فور فري ببلاش، بس لازم تحجز قبل ما تيجي، عشان هو بص هو المكان ده في جسر، شايفين الناس واقفه، طبعا مش هيبقى باين قوي بس هوريه لكم. جسر من ازاز، تقف كده عليه تبقى واقف كده على ازاز حرفيا عشان تشوف الفيو يعني. فهو ببلاش بس لازم تحجز قبلها، والنهارده كومبليت يعني مفيش اي مكان او اي فرصه ان انا احجز النهارده. بس الموضوع مش واو يعني، لدرجه ان انا اضيع وقت اكتر من كده، فهوريه لكم ونمشي بقى عشان نلحق نستفيد من اليوم. هو الجسر ده زي ما انتم شايفين كده، الارض اللي واقفين عليها ازاز. كل نص ساعه بيعمل له شو زي ده كده. جامد والله. كل نص ساعة بيتعمل، أنا عشان شفته من نص ساعة فعارف إن مستعد له. بس بص الأنوار عاملة إزاي. خلاص خلص كده الشغل. يلا بقى بينا نطلع من المول ده عشان الجو بقى حر، ونشوف الديستنيشن الجاي دلوقتي. بعد ما خلصت مول قلت اروح الحق اتصور مع برج ايفل، عشان الدنيا لسه فيها نور وجعت، فايه فكرت اروح اكل. ففي هنا كافيه مشهور جدا، انا عاوز اوريكم الكافيه عليه طابور عامل ازاي. كل دول جايين عشان يطلبوا هنا ويعملوا الفيديو اللي انا كنت جاي عشان اعمله، بس مستحيل. بص يعني بص الطابور عامل ازاي، يعني كل دول واقفين. بصوا عشان يخشوا الكافيه ده، عشان يعملوا الفيديو ده. اقسم بالله السوشيال ميديا خربت الدنيا، اقسم بالله. ده يخلص اليوم عقبال ما اخش، ومش رخيص. لا اوفر. السوشيال ميديا ليها باور غير طبيعي يعني. كل ده عشان بس كم واحد جه عمل فيديو هنا. بص الطابور عامل ازاي. يعني بصوا الكافيه مكانه ورا الاتوبيس على طول. بصوا تيجي كده تلاقي منظر ايفل تاور.
طبعا دي برضو سبوتاية معروفة عشان تتصور مع الايفل تاور، بس برج ايفل. بس بص الزحمة، حرفيا حرفيا السوشيال ميديا بوظت اي حتة مميزة. لازم انت بقى تكتشف حتة جديدة مع نفسك عشان تعرف تاخد صورة حلوة. دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 5:06. بص هيبتدي ينور، المفروض يبتدي ينور دلوقتي. كله قاعد مستني اللحظة دي، كله ماسك الموبايلات. صراحة اللحظة هتبقى جامدة أوي. شكل كده مش هيبقى فيه سباركلز. أنا قاعد منتظر بقالي 10 دقايق عشان أشوف السباركلز. شوفها الساعة الجاية عادي، هي كل ساعة، وأنا النهاردة فاضيله. هناخد كام لقطة النهاردة إن شاء الله تبقى عظمة يعني. بس عاوز أوريكم الأجواء حوالين برج إيفل. طبعا انتوا اللي بتشوفوه على الانستجرام والحاجات دي طبعا بيبقى فيه زي الموسيقى والساوندز ترند والحاجات دي بيخليها شيء تاني خالص، بس هي في الحقيقة برضو مش هتحسوا باللي بتشوفوه على الانستجرام يعني. بس هو الصراحة شكله جميل برضو. فأنا دلوقتي هنتظر لغاية ما يعمل سباركل، وبعد كده بقى اشوف لازم اروح اكل، وبعد كده لازم بفكر اروح الشانزليزيه، ما رحناهوش وبالليل هيبقى تحفه يعني. انا فضلت مستني ساعه بقالي ساعه مستني عشان اللقطه دي والله يا جدعان. بس الصراحه استمتعت، منظر جميل قوي، منظر جميل قوي. هو بص عمال يلمع كده والناس كلها اما بيسباركل الناس كلها بتهيص. صراحه فايبس حلوه، وفي اغاني شغاله ورا عامله فايبس جميله قوي. هو بينور كل ساعة. خلاص صورت كل اللي نفسي فيه. فده كان برج ايفل في كل لحظاته يعني. وريتلكوا هو بينور وهو بيسباركل وهو كل حاجة. هو بيضل امبارح، هوريهولكوا تاني لو جيت هنا تاني، هوريهولكوا برضه، بس هحط لكم فيديو يعني. فدلوقتي يا اما هروح اكل، بعد كده بقى هاكل يعني، ما فيش اما لازم اطلع اروح اكل، مش قادر. بعد كده هنطلع بقى على الشانزليزيه. زي ما قلت لكم اليوم بيجري بسرعه قوي. انا هموت من الجوع، هموت. بس في كنيسه لازم نروحها، اكتشفت ان هي هتقفل كمان نص ساعه. مش مهم الاكل، المهم نلحق نخشها، يا رب نعرف نخشها. بس دي كانت من المناطق اللي المفروض نروح الصبح، بس الدنيا بتليل بسرعه، ما بلحقش والله اعمل اي حاجه، بلا الدنيا ليلت. تعال نشوف الكنيسه دي عامله ازاي. بصوا منورين علم فرنسا على المبنى. هي الكنيسة هناك اهي، هي دي. استنى اوريكم الشجر مغطي عليها. شاب حسام اللي انا شاب حسام الشاب اللي قابلته امبارح اللي اسمه حسام قال لي الكنيسة دي جميلة جدا، فتعال نخشها ونشوف عاملة ازاي. بس الناس كتير ازاي، الدنيا زحمة قوي، بس هنخش ان شاء الله. الابواب لسه مفتوحة، ان شاء الله هنخش. الواحد، لا فرنسا محتاجة 5 ايام مينيمم، 5 ايام كده، عشان فعلا حكايه انا دلوقتي اصلا بتاخد وقت كتير قوي. انا كل ما بين مشوار والتاني في ساعه رايحه. تعال نخش كده نشوف المنظر الجو عامل ازاي. بس من بره منظر عامل ازاي. طبعا عشان اخشها طبعا في زحمه. كنت هركب للاسف قفلت. حاولت والله انا يعني ما رحتش اكل عشان اجي. دلوقتي 19 و17 هي قفلت 19، مع ان مكتوب على جوجل مابس ان هي تقفل 19 و30، بس النصيب بقى. على العموم انا هكتب لكم اسمها لو حابين تيجوا تشوفوها. هو المميز برضو اكتر في المنطقه اللي حواليها، هي عباره عن زي جزيره حواليها نهر كده، هوريكم النهر. فهي ده المميز برضو. المنطقه بتاعتها حلوه، وبصوا الواجهه الجانبيه بتاعتها جميله جدا الصراحه. بص الناس رايقه فشخ، بص بيسكتوا شغالين اغاني.
هي في النص هنا كجزيرة وحواليها نهر لافف داير ما يدور. دي الواجهة الجانبية بتاعتها. في كنيسة برضو تانية جنبها هناك في الاتجاه ده كده، بس هتلاقيها برضو قفلت، ممكن نعدي عليها نشوف واجهتها برضو. بس على العموم هكتب لكم اسمها لو حابين تشوفوها، يعني لو حد حابب يجي ويمشي ورا الفيديو ده كجايدنس فيبقى عارف اسامي المناطق يعني. زي ما قلت لكم الجزيرة كلها راقية، يعني هتلاقي المباني كلها فخمة فيعني لذيذة تتزار، حتى لو مش هتخشوا الكنايس فانت تستمتعوا بالمنطقة اللي حواليها. واللي قدامنا دي الكنيسة التانية، هحاول اقرب منها شوية، طبعا الدنيا ضلمة فمش هتبان قوي، بس هحاول ابينها لكم يعني. انا بصوا انا بحاول اوريكم الواجهة بتاعت الكنيسة. النهر جامد قوي يعني، بصوا المنظر عامل ازاي. المنطقة هنا جميلة جدا الصراحة. قعدت الف حوالين الكنيسة ان الاقي فين وشها، هي طلعت جوه زي مجمع كده، فهو ده الدخول من هنا. بس اعتقد هي مقفولة اصلا للتجديدات او في حاجة، لان هم قافلين البابا خالص. بس فهكتب لكم اسم الكنيسة برضو عشان لو حابين تعرفوا اسمها يعني. هو ده منظر القبة بتاعتها، بس زي ما قلت لكم الدخول من البوابة دي. بصوا منظر الكوبري اللي هناك ده منورينه. باريس بالليل تحفة. الواحد نفسه الحمد لله الواحد ما نفسوش بحاجة والله فعلا الحمد لله. دلوقتي ماشي رايح لمحطة المترو علشان بقى اروح اجرب في محل كرواسو تاني، بيعمل حاجة اسمها كرواسو كوكيز، عاوز اروح اجربها الصراحة. فتعال نشوف هي بتعمل ازاي. بصوا المنظر عامل ازاي، البرج منور، برج ايفل هناك عمال يعمل سباركلز، والكوبري منور. عظمة عظمة. رايح دلوقتي شارع الأغنياء، بيعزفوا ازاي في محطات المترو. هحكي لكم ايه اللي حصل في حوار الأكل ده موضوع منعج بس ما نوصل. بس دلوقتي الساعة 9:30، فآخر حاجة هنشوفها النهاردة هو الشانزليزيه. بص تطلعوا من محطة المترو كده تشوفوا العظمة دي. ويلكم تو الشانزليزيه. بص الأنوار عاملة ازاي، ايه الجمال ده يا جدعان. بص الشارع كله منور كده. ده من أشهر الشوارع في العالم. ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي اقسم بالله. ايه ده، بصوا الشارع عامل ازاي، وانا ماشي لهم ب2 باجيت ب2 يورو، حاجة في منتهى الرخص. بصوا الشارع عامل ازاي، ايه ده، ايه ده. ايفل تاور باين من هنا كمان، اوف على الجمال، ايه الجمال ده. مش يعجز عقلي عن الكلام ولساني عن التفكير، وحاجة في منتهى الإبداع. أنا بحاول أوريكم بس ايفل تاور من هنا عامل ازاي. بص عامل ايه الأنوار دي كلها. اللي حصل بقى كالتالي، طبعا الساعة كانت قربت على الساعة 8، فكنت رايح الأول آكل، لقيت الكنيسة هتقفل فرحت أشوف الكنيسة فلقيناها قافلة، قلت خلاص أروح آكل، فرحت المطعم لقيته قافل، ولا دخلت الكنيسة ولا جربت الكوكي كروسو. فدلوقتي رحت جبت 2 بوجيت، ده العيش الفرنساوي الأصلي يعني لوكال، ده من بره ناشف ومن جوه طري، كيس شيبسي، واحد في الشانزليزيه أرقى حي في العالم باكل عيش وشيبسي. هخلص ده ونبتدي بقى ننطلق نشوف الرقي. في شوية عربيات هنا تقوم ثروة بلد. عزيزي المشاهد الفير، لا أنصحك بمجيء هذه الأماكن لأن الناس دي في حتة تانية. يعني بصوا العربيات اللي راكنة بره، بصوا
انا مش عارف، انا عاجز عن اعرف الناس دي قاعده جوه ازاي كده ومعاها فلوس ازاي، ايه مش عارف دول بياكلوا كافيار دول ولا بيعملوا ايه؟ يعني انا نفسي حد اقعد مع الناس دي اعرف بيجيبوا الفلوس ازاي، يعني بيطبعوا فلوس بيسرقوا بيعملوا ايه؟ انا مش عارف، مخي يعجز عن تفسير هذه الفلوس المبالغ فيها. يعني حرفيا اقل عربيه من دول 200,000 300,000 يورو، ارقام ما تتجابش. مش عارف، بس انا راضي، انا راضي باللي انا فيه، الحمد لله، نعمه وفضل من عند ربنا. بس فعلا ما تمشي وسط الناس دي ما تعرفش ايه ده. المبنى ده او الزينه دي بتاعت مبنى ديورز، عايز اوريكم. طبعا كل حاجه قفلت دلوقتي خلاص، بس عايز اوريكم منظر الباترينا عندهم عامل ازاي. باترينا. بس طبعا دريسز بتاعت البنات بتلف، يعني الدريس بص بيلف، مش عارف باين ولا لا، بس هو بيلف بس بطيء شويه. الصراحة منطقة جميلة أوي. بس هنا برضو ديور، كل ده تبع ديور. أنا كنت فاكر إن ده زي زينة، بص حاطين هنا الجزم وهنا الشنط، مش عارف انت شايفينها ولا لأ، يعني دي شنط صغننة كده بتتباع. مش عارف اتكلم. بص الجزم معروضة ازاي، بص الشنط معروضة ازاي، سفاهة اقسم بالله. طبعا في براندات تانية، بس ديور عامل سفالة هنا، ديور عامل سفالة. ايه المنظر ده؟ انا مش عارف، يعني ديور فعلا انت ممكن تفضل بس انت تتفرج على الاسبهلال، غير فكرة الاشجار المنورة دي. طبعا دي تبع الكريسماس، بس يعني في الطبيعة اعتقد ما تبقاش موجودة. ودي من الحاجات يعني انا ما اهتمتش اجي الفايناكت ماركت، بس اللي عاجبني الزينة بتاعت الكريسماس. يعني فايناكت ماركت هنا في ناس قالت لي ان هو مش احسن حاجة يعني، بس الزينة ايه ده؟ الشارع كله. تعالوا نروح الناحية التانية. طبعا الشارع زحمة جدا، يعني بص العربيات اللي واقفة حرفيا، بص الاودي دي. الشارع زحمة قوي، بس منور بطريقة مبهرة. احنا رايحين في اتجاه ايفل تاور تاني، بس انا المبنى الناس بص لابسة ازاي، بص المبنى ده. الشارع زحمة بطريقة مبالغ فيها. بس راقي، مبنى راقي أوي. حاول اشوف شارع تاني برضو في الشانزليزيه، بحيث لان انا عايز اشوف مناظر تانية، عايز انبهر تاني. انا عايز انبهر. يعني هو احنا دلوقتي في اخر الشارع، يعني بصوا هنا البرج تاني اهو. الاشاره فتحت يا لهوي. بص المطاعم شكلها عامل ازاي، حرفيا القعده هنا ما تقلش مثلا 100 يورو مثلا في القعده، يعني رقم كده تدفع 100 يورو. مش اعتقد مينيمم كده 100 يورو. انا ذات نفسي مش عارف جوه بيدفعوا كام، بس المطعم شكله شيك قوي. يعني الناس اللي قاعده جوه كلهم قاعدين ببلطوهات قدامك على طول، فاهم انت قدامك على طول البرج، فتخيل قاعده هنا بكام. فدلوقتي احنا خلاص في الاخر، يعني انا اصلا ابتديت من اخر الشانزليزيه، هو بيبتدي اخره المفروض الارك، المفروض بقى اوله في مسله، فاحنا عايزين نروح نشوف اوله. بس زي ما انتم شايفين كده الشارع كله انوار وبراندات ومطاعم فخامه الفخامه يعني. فتعالوا كده نروح نشوف اول الشانزليزيه ونشوف المسله دي عامله ازاي. وانا في طريق للمسله، فاضل بالظبط كام دقيقه ونور البرج يقفل، فاضل بالظبط 4 دقايق.
فعاوز اوريكم اما بيقفل. امبارح معرفتش اوريكم، فالنهارده اوريكم وهو بيقفل. بيبقى لونه اسود وفيه سباركلز، بيبقى منظره خيال. فتعالوا نشوف مع بعض كده هيبقى منظره عامل ازاي. دلوقتي فاضل دقيقة والانوار تنور، فانا هوريكم منظر وفي نفس الوقت هعمل فيديو على ساوند كده كنت حابب اعمل عليه فيديو. This video for my geography teacher who said I will never go anywhere. Good luck. Hey, look it now. Eiffel Tower, Italy. منظر الصراحة خيال، يعني ما فيش وصف يتوصف. انا قاعد بقالي 5 دقايق بتفرج على المنظر ده، صراحة صايعين عارف يلعبوها صح. دلوقتي بقى ابتدي اتحرك على المسلة. وصلت مفروض بداية الشانزليزيه تبتدي من هنا، من عند المسلة المصرية دي. يعني نشوفها. طبعا المسلة دي الحاجة الوحيدة اللي مش مسروقة، يعني المسلة دي مصر اهدتها لفرنسا، للأسف أثرنا في كل حتة. طبعا دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 1:15 بالليل. بص الشوارع عاملة ازاي. اللي هناك ده الارك دي تريومف ونهاية الشانزليزيه، وهنا دي بداية الشانزليزيه عند المسلة المصرية. طيب زي ما قلنا هنا بداية الشانزليزيه، والمكان ده اسمه بليس دي لا كونكورد. في الحقيقة المسلة دي مسلة مصرية، دي مسلة رمسيس الثاني، أهداها محمد علي لملك فرنسا بعد الحملة الفرنسية. هو أهدى الاتنين، بس طبعا المسلة دي طولها 23 متر وزنها 230 طن، فعشان ينقلوا مسليتين الموضوع كان صعب جدا. فواحدة دلوقتي في فرنسا والتانية في الأقصر، فطبعا دي أثرنا. المشكله بقى وانا راكب المترو وجاي اشوف المسله، قابلت بنتين من انجلترا، فبقول لهم ان انا رايح اشوف المسله المصريه، فاتصدموا ان هي مصريه. انا جه في لحظه كده اللي هو يعني ايه، كل الهيروغليفي ده مش عاجبكم. فدي مشكله ان طبعا ما بيعلموهمش في المدارس، يعني مش هيروحوا يقولوا لهم احنا واخدين اثار من دول تانية. فدي المسله بتاعتنا، مسله رمسيس الثاني، موجوده في فرنسا واختها في الاقصر. فدي كل المعلومات اللي كنت اعرفها عن المسله، اتمنى اكون فدتكم واضفت لكم جديد. فده كان داي 2 من باريس، القاكم غدا في داي 3.